واسمع، واش الا كانوا عندك الوليدات وما عندكش وليدات مربين بحال هاد الوليدات اللي غادي تشوف دابا، راه ما تقولش راك ولدتي ولا راك ربيتي. اسمع المعلم، اسمع، الله يبارك له فيهم والله يحفظهم لهم من العين ومن الحسد ومن كل شر ومن كل افات، والله يرحم له الوالدين. الشيء الا كانوا عندك الوليدات وما عارفينش هذا القالب اللي عارفين هاد الوليدات اللي غتشوف دابا، وغير ما تقولش اخويا راك واعي وفاهم. واش فهمتي؟ اسمع، والله يسخر له فيهم والله يعاوننا ووفقنا ووفق جميع المسلمين باش نربي وليداتنا احسن تربيه. هذا ما كان. وتسنط على العشير، تسنط مزيان. ريان، اشنو هي النسويه؟ النسويه هو مصطلح الهدف منه تخريب الاسره. ريان، بركه من الفلسفه ما فهمت والو. واخا غادي يتقلقوا مني العيالات، ولكن هذا هو الواقع. شوف، اي حاجه بغيتي تهدمها سير لها العمود الفقري ديالها، دار ولا خيمه وحتى الانسان. الا تقاس في العمود الفقري ديالو ما يقدرش يوقف. والعمود الفقري ديال الاسره المسلمه هو المراه. وبداو عليها مالكي مدلوله، مالكي تتصبني ليه، مالكي تطيبي ليه، وعلاش تربي ليه ولادو، وهو يد الخارج ومفجج ومقهوي وعايش الحياه مع راساتو. وانتي سد عليك في الدار كي الخدامه نهار كامل وانتي خاشيه راسك في السطوله. نوضي، راه المراه مسؤوله وطبيبه ووزيره وحاكمه دوله المراه. ايوا وعينك ما تشوف الا النور، والنتيجه قدامك العزوف على الزواج. حيت الراجل ما يقدرش ياخذ وحده مستقله لانها ما غاديش تطيعو حيتاش ما محتاجاش ليه، والمراه ما غاديش تاخذ واحد ما فحالوش حيتاش غادي يطمع ليها في الصالير. وهذا الشيء اللي خلى الرجال يقولوا ما بقاوش بنات الناس بالنقص كاع من هذا الزواج، والعيالات يقولوا ما بقاوش الرجال ديري دارك وطوموبيلك وتخيري في الرجال كي بيتي. ايوا شكون هذا اللي بغى الاسره تهدم؟ ايوا الا جاوبتك على هذا السؤال نقول لك نيد علاش فلسطين محتله. ايوا اشنو الحل لهاد الحريره؟ الحل هو رجوع للفطره علاش تخلقنا. الراجل عليه القوامه والمراه عليها الطاعه. واسمحوا لينا العيالات اللي عطا الله هو هذا.